شباب بداية قوية ان شاء الله، بداية موفقة ان شاء الله. يعني على راسي والله اهل السودان شباب. ان شاء الله. انا حسب ما سمعت انك انت في السودان يعني دائما يلقبونك مشهور باسم معلق تونسي. صحيح. منو؟ عصام الشوالي، الاستاذ الكبير، تحياتي له من هنا استاذ عصام الشوالي. زين تعرف تقلده؟ والله شويه اللجنه بتسمع وهي اللجنه خلاص الحين انت علامتك على هناك، هنا ما لها شغل، هني انا احط لك العلامه ان شاء الله. خلاص حتكون مباراه صغيره بين مانشستر وفريق الجزيره الرياضيه. اوكي يلا هني خليك مع الكاميرا ونقول. أصدقائي المشاهدين، أحبائي المشاركين وعشاق الساحرة المستديرة في كل زمان ومكان، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم لهذا اللقاء أو لهذه القمة الكبيرة، نهائي دوري أبطال أوروبا هنا في ملعب لاتسورو، لكن في الروسينيرو ميلان. هنا لقاء يجمع بين فريق الجزيرة الرياضية ولقاء مع مانشستر. طبعا أكيد فريق الجزيرة يقود أستاذ أيمن جادة بالقميص رقم 9، وفريق مانشستر يقود الجيكس برقم 11، هذا هو الكابتن. إذن هي المباراة وطبعا ننتظر الأحلى. حكم الوسط والاستاذ فهمي، طبعا اكيد فهمي عمر هو حكم وسط هذا اللقاء، والانتقادات للاهداف ربما، لكن ننتظر الان. اذا ترجع الكره وتعود مره اخرى لفريق الجزيره، ينطلق الهجوم من كريستيانو الصعبه، الحبيب بن علي رجع اخر الاهداف، يقول له لا ما فيش هدف، تمشي الكره مره اخرى، ينطلق الهجوم من الخطير حبيب بن علي، يعطي كره ممتازه طارق دياب، يمشي الاخضر بالريش، الاخضر يمرر، ينطلق يوسف سيف، يعطي مريم منشاده، وانتو جميله مش ممكن يعطاله، والكره كثير يوسف سيف، والهدف الاول، الهدف الاول للجزيره الرياضيه، هدف جميل جدا والله، هدف يقول لك ضربه معلم يا معلم، شوف اتكلم وشوف ملاعبي وتعلم، ويوسف سيف يضحك الان، وهي احلى الاهداف حتما. هنا قرار غريب، استاذ فهمي يلقي الهدف، استاذ فهمي يلقي الهدف، مش ممكن يلقى هذا الهدف ويصفق، والتحيه تبقى للكبير، بينما هي لا. والان الاعتراض من فريق الجزيره، طبعا اكيد الاعتراض، بينما تقدم ايمن جاده يقول له لا ما تلقيش الهدف، يتقدم يقول ارجع للوراء، كرت اصفر حذاري من الثاني، استاذ ايمن عنده كرت في الشوط الاول من مخالفه كانت حذاري، والكرت الاصفر مش ممكن كرت احمر، كرت احمر للاستاذ ايمن جاده كان من استاذ فهمي، والله حرام. شكرا حبيبي، شكرا حبيبي، شكرا بارك الله فيك، بارك الله فيك.